بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحباب رسول الله، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم دلائل القدرة مع حلقة جديدة، موضوع جديد إن شاء الله. نبدأ مع نقطة مهمة جدا أنا حبيت أن أنا أبينها. النقطة بتتكلم عن آثار قدماء المصريين والفكرة الشائعة الخطأ اللي بتتقال وبسمعها دايما، وحتى بجدها ببعض الدروس، يعني انه قدماء المصريين عبدة اوثان. يا احباب رسول الله، النهارده هنحط النقط فوق الحروف، مش باعتبار ان انا مصري بدافع عن القدماء المصريين، لا، باعتبار الحق والحقيقة. هذا البلد بلد 5000 سنة حضارة، كان فيهم انبياء ومرسلين. احنا المشكلة اللي عندنا انه الفكرة الشائعة فرعون موسى، قصة موسى اللي وردت في القرآن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وخدنا فكرة إن كل فراعنة مصر وكل ملوك مصر كانوا كفرة طغاة مستبدين. الحقيقة غير كده. هقول لك حاجة بسيطة بالعقل كده. حكم مصر 170 ملك، قول فرعون، مش عايز نختلف في المواضيع دي. منهم 7 نساء، من ضمن 7 نساء ملكات حتشبسوت في البداية، وآخرهم كليوباترا. والآثار بتاعتنا والتماثيل بتاعت النساء الملكات وزوجات الملوك زي نفرتيتي كده، كتيرة جدا. فال 170 ملك أو ملكة، هل كلهم فسقة كفرة؟ كان بغير صحيح. وبعدين نقطة تانية كمان عايز أنبهك عليها. النقطة التانية اللي كانت في مصر هنا، كان في أنبياء ومرسلين، كان في أنبياء ومرسلين وحكماء ودعاة إلى الله. بنص القرآن الكريم الله يقول في قرآنه: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ادي نقطة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ادي نقطة. الآية الثالثة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحباب رسول الله، الله خلال طيلة خلق الإنسان في كل قرية ومدينة كان هناك نبي أو رسول أو داعية أو حكيم، زي الحكيم أمنوبي كده اللي هو عندنا لقمان الحكيم. كان في حكماء وكان في دعاء إلى الله. النقطة الثانية يا أحباب رسول الله، بردك بالنسبة لفرعون موسى. فرعون موسى بردك هتلاقي في القرآن الكريم إن وقت هذا الفرعون كان فيه مؤمنين غير بني إسرائيل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله. ادي واحدة. الآية الثانية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. النقطة الثالثة هي الثالثة: امرأة فرعون نفسها كانت مؤمنة. امرأة فرعون وهي اللي سمت موسى موسى، واسم موسى ده اسم فرعون. موسى يعني رع موسس، رع موسس، اسم اصلا من اسماء الفراعنه. والايات كتيره جدا. فحتى في زمن فرعون كان هناك مؤمنين ليسوا من بني اسرائيل فقط، لكن من المصريين. وهنروح بعيد ليه؟ المصري القديم كان بيؤمن بقضيه البعث والنشور والجزاء والحساب بعد الموت. ده الكلام ده من امتى؟ من اول الدوله القديمه، من بناء الاهرامات، يعني 3000 سنه قبل الميلاد، يعني 5000 سنه من دلوقتي. كانوا عارفين ان في. طيب انا عايز ما نمتوش عن الملكات ده بقى. الملكات كانت بتحكموا مصر والمصر كانوا بيتقبلهم. نشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه لما راح مكه حصل ايه؟ كان بيعملوا ايه العرب البدو؟ بيعملوا ايه؟ مصر كانت لها حضاره تلت اثار العالم في مصر. السياح اللي بيجوا من كل دول العالم دول اللي بيحوشوا، على فكره مش كلهم اغنياء، بيحوشوا القوط السنوي عشان مصاريف الطيارات وينزلوا في احسن الفنادق عشان يستمتعوا بحياتهم، عشان يشوفوا الاصل اللي نشأ منه الانسان هنا في مصر. فانا عايز اقول لك هنروح بعيد ليه؟ يعني هنروح بعيد ليه؟ فالله سبحانه وتعالى قضيه البعث والنشور والجزاء. النبي في مكه كان العرب بيتعاملوا مع البنت ازاي؟ واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. البنت اللي تدفن حيه. العرب لما بكيله بنت، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بيغطي وشه من الحزن، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون، يعني يربيه وهو مسلول ام يدسه في التراب يدفنه اي حيه. ادي
الجيل القرآن عشان يرفع من شأن الإنسانية، يرفع من شأن الأخلاق ويعليها. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ من زاد عنك في الدين زاد عنك في الخلق، ومن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. نرجع مرجوعنا تاني لقدماء المصريين وللفكرة السائدة الخاطئة التي يجب يعني ده. الحمد لله ان في دلوقتي الدولة يعني اكثر اهتماما عن ذي قبل، والحمد لله عملية بتتقدم في متحف مصر كبير محترم. اتمنى ان المدارس في كل محافظات مصر يكون في كل محافظة متحف، يضم متحف عندنا متحف من الآثار الفرعونية ومتحف جيولوجي اللي هي تخصصي، اللي احنا بنبدأ الجيولوجيا بتهتم بدراسة من أول ما ربنا خلق السماء والأرض الكون لغاية خلق الإنسان، يعني 4600 مليون سنة دي شغلة الواحد، وغير شغلة الآثار 5000 سنة. فأنا عايز أقول لك يا ريت في كل متحف في كل محافظة متحف. المتاحف يا أخوانا أهم من المدارس، وسيلة، لأن مؤثر بتشوف بعينك وبتلمس بإيدك وبعدين المعلومة بتخش هنا أكتر غير الكلام اللي بيتقال على شفوي تلقائي. فالمتاحف وسيلة تعليمية. يا رب من خلال هذا الفيديو القصير إنه الفكرة السائدة عن قدماء المصريين إن هم وثنيين، ده المصري القديم يعني كان بيحنط الجثة علشان هو. وخد بالك بقى لما تقرا في كتاب جيمس هنري بريستد ده فجر الضمير، بيقول مش كل المصريين كانوا بيحنطوا. المصري كان عنده اعتقاد ان لازم الجثة تتحلل لانها ستعود في الاخرة بشكل جديد وسوف يعيش حياة دائمة خالدة. ده كان اعتقاد المصري من 5000 سنة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.